حبايب قلبي، هذا الفخذ الخروف اللي اسمه فخذ جيكو. بدنا نساوي هاي الأكلة الفرنسية، وهي بدنا نسحب العظمة النصانية، بيقولوا لها المخ العجمي، بدون ما نجرح الفخذة بطريقة فنية، وبنسحب التقويرة ونقيم اللازقة تبع الوردة. حبايب قلبي، وهلا إن شاء الله بنساوي لكم الفخذة شلون بتصير، وبنتابع لكم الطبخة وبصلصتها وكيف تتقدم. صحة وهنا مثل العادة. نكشف الجورة تبع التقويرة، وبنفتح على الفخدة من هون ومن هون مباشرة مثل العادة. بنحك تقويرة بالجورة، وفي هون مثل ما قلنا لكم المرة القادمة بالفيديو السابق انه في اصبع، وهون في الكعبرة تبع الفخدة بنحفها بالداية، وبنحاول نملصها هيك بهالطريقة الفنية هاي، بيطلع عظمة الحوض التقويرة من هون. في عنا شغلة بدنا نتخلص منها، اللي هي لازقة الوزة، تنزلوا فيها بشكل فني شوي شوي، بحيث انه تطلع معكم دائرة الوزة. ومن هون تقشروها قشر بسيط جدا، شايفين شلون. ومن الخلف بتقيموا الوردة اللي قلت لكم عنها، الوردة وراس الفتيلة، هدلون ما لنا شغل فيهن. هاي هي فخدة الجيكو. من هون نفتح عليها طريقة فنية. هاي أكلة كتير طيبة وأكلة فرنسية، شايفين. هاي الفخدة، فخدة جيكو، شايفين حبايب قلبي. بنحاول نخلص العظمة من كل جهاتها، وبنكشفها كشف من هون ومن هون، شايفين شلون يا حبايب قلبي. بس عملية سحب عظمة. حبايب قلبي، حبايب قلبي، بعد ما حكيناها من هون شايفين مباشرة بنقلبها لهون، بنطق العظمة الموزة الفوقانية. من الموزة تبع اللي قلنا لكم راح نطبخ لكم اياها جدي بالزيت، ونقطع لكم اياها من هون، هاي الجدي بالزيت. وبنفس الوقت بنفتل على العظمة، بنفتل على العظمة، بنفتل على العظمة، وبنحكها بعد ما حكيناها من تحت، شايفين. وبنسحبها بهالطريقة هاي. هلا هاد هو فخذ الجيكور اللي راح نطبخ لكم اياه بإذن الله. حبايب قلبي، الشيف ماجد بخدمتكم دوما، واهلا وسهلا فيكم.